بوتفليقة في القناة الوطنية أمس كما ذكرنا 5 رسائل ل5 دول، يعني كل النشرة كانت ضمن هذه الرسائل. يقول قائل أن بوتفليقة كان بصحة وعافية وكان يتنقل بطائرته إلى كل البلدان، يعني وكانت النتائج هزيلة جدا. الآن وهو مقعد، هل الرسائل ستنوب عن الرئيس؟ لا طبعا، هذا صار معروف. الجزائر غيبت على الساحه الدوليه. الجزائر غيبت، يعني ماهيش موجوده. رئيس مش قادر يلتقي ويمشي ويتحرك وكذا، يعني يكتفي باستقبال رئيس بلديه فرنسيه. قال هذا هو النشاط، ولا يستقبل. يعني ما هو مستقبل المغرب الكبير الآن في نظرك هشام؟ المغرب الكبير في نظري يبنى من خلال الشعوب والحجرة العائقة اللي راهي تعيق بنفس هي الجزائر. الجزائر عندها عقدة من المملكة المغربية، هذا من جهة. أنا نشوف من خلال جريدة المجاهد البارح أو الأمس تقول بأنه النظام الجزائري يشترط فتح الحدود بالجزائر. يعني جريدة المجاهد كان هو الرد الرسمي للجزائر في قضية فتح الحدود مع المغرب. يعني المغرب الجزائريين لهم كرامتين. كرامة الجزائريين مداسة يوميا من طرف حكامها وليس من طرف المغرب. كرامة الجزائريين مداسة لما يحكم فيهم رئيس يحقرهم وما يتكلمش معاهم، رئيس حقار به بخوه. هذه كرامة الجزائريين مداسة ماشي من طرف المغرب. لكن من الجهة المقابلة ما الذي لا يجب أن يقدمه باقي الرؤساء وباقي الملوك، يعني حتى لا نترك اللوم كله على الجزائر؟ يعني يا أخي أنا مش نشوف شكون راهو يتلام، لا تونس ولا ليبيا راهي في وضع يعني معروف عليها. هي المغرب في الحقيقة ما بين 3 دول، الجزائر تونس والمغرب. الجزائر اللي جات في الوسط هي اللي راهي خلقة المشكل، هي اللي راهي غالقة الحدود ما بين الجزائر والمغرب، واللي غالقينها مولودين في المغرب واملاكهم في المغرب، وعندهم لما يموت لهم واحد يمشي يدفنوه في المغرب. اهمنيك وساجنين الجزائريين، جاء عليهم الجزائر سجن كبير ما يخلوش الجزائريين يتنفسوا ويمشيوا يعيشوا في، على الاقل يشربوا قهوه في وجده او في كاس او في مكناس. اهمنيك ساجنين الشعب الجزائري بوتفليقه وجماعته اللي هما من مواليد وجده، والموثقه اللي كان حامل الجنسيه المغربيه، وكان لما حب يدخل في الشرطه المغربيه رفضوه لانه قامته قصيره خصوصا 2 سنتيمتر. يجي اليوم يغلق الحدود مع المغرب ويتكلم لي على كرامه الجزائريين. كرامه الجزائريين داسها بوتفليقه وخوه وجماعته. قبل ما تخرجوا تابوناو